عارفين إن القديسة إيريني أبوها الملك حبسها بسبب جمالها؟ اتولدت إيريني وكانت بنت الملك وثني اسمه لوكيانوس، وكانت مفيش بنت في جمالها، وبسبب جمالها ده أبوها الملك لقيانوس كان خايف عليها جدا، وراح بنى قصر ليها فخم بعيد عن كل الناس عشان محدش يشوفها، وكان معاها 13 وصيفة بيخدموها ويشوفوا طلباتها. وكان عمر إيريني في الوقت ده 6 سنين، وحط الملك لوكيانوس كمثيل وثنية في كل مكان في القصر عشان إيريني تعبدها، وجاب لها معلم كان اسمه أبولونيوس، كان كبير في السن وكان مسيحي بس الملك ما كانش يعرف. وفي يوم إيريني شافت حلم عجيب، كانت قاعدة قدامها ترابيزة وفجأة لقت حمامة جاية ماسكة غصن زيتون وسابته على الترابيزة، وبعدها جه نسر شايل إكليل وحطه برضه على الترابيزة، وبعدين جه غراب ماسك تعبان ورماه على الترابيزة. ساعتها إيريني صحيت مفزوعة وجريت بسرعة على أستاذها. إيريني حكت له الرؤية، وبعد ما سمعها كويس قال لها: بصي يا بنتي، الحمامة دي بترمز للناموس، وغصن الزيتون ده المعمودية، أما النسر فده معناه الغلبة، والإكليل ده مجد القديسين، إنما الغراب بيرمز للملك، والتعبان ده بيرمز للاضطهاد. إيريني بصت له وقالت: يعني إيه الكلام ده؟ أنا مش فاهمة حاجة. وقال لها المعلم: يا إيريني، ربنا اختارك ولازم تقربي منه وتعرفيه. وفي يوم الملك أبوها بعت لها وقال لها: يا إيريني، في عريس لقطة عاوز يتجوزك، ابن والي كبير، إيه رأيك؟ إيريني بصت له وقعدت تفكر، وبعدها قالت: اديني فرصة 3 أيام أفكر، ورجعت قدام تمثال وفضلت تصلي علشان يرشدها تعمل إيه. لكن مفيش أي إجابة، ولقت نفسها بتكلم شوية حجارة، فراحت رافعة إيديها وقالت: يا رب أنا عاوز أعمل اللي يرضيك. وفجأة ظهر ملاك بمجد عظيم وقال: يا إيريني، بكرة هيجيلك تلميذ بولس الرسول اسمه تيموثاوس وهيعلمك أسرار الإيمان. وفعلا تاني يوم جالها القديس تيموثاوس وقعد يعلمها ويكلمها عن المسيح وعمدها، وأول ما أبوها عرف غضب جدا وراح جابها وربطها في حصان عشان الحصان يجري ويسهلها على الأرض. لكن الحصان فضل مكانه وبص على إيريني ومرضيش يتحرك، وراح رافس أبوها بكل قوة فمات في الحال. وجريت إيريني على أبوها وفضلت تصلي عشان ربنا يتمجد، وفعلا ربنا اتمجد وقام أبوها قدام كل الناس، وساعتها أمن الملك لوكيانوس ومراته وكل الناس الموجودة واللي كان عددهم 3000 واحد، وعاشت القديسة إيريني مع المسيح وتنيحت بسلام.